50 عاما مرت على حرب حزيران عام 67. حرب حزيران عام 67 إحدى أقصر الحروب في التاريخ البشري، والأقصر على الإطلاق بين الحروب الإسرائيلية العربية، لكن نتائجها وانعكاساتها لا تزال تحكم سيرورة الحياة، ليس في المنطقة فحسب. 50 عاما ولا تبدو في الأفق نهاية قريبة للوضع الجيوسياسي الذي خل فتح فتكرس وتعقد، إذ شكلت منعطفا في تاريخ دول المنطقة وشعوبها، ووضعت قضيتها المركزية قضية فلسطين وآفاق حلها على مسار مختلف تماما. تتوازى فرصه مع ما يحيق بدولة الاحتلال ومشروعها، يشكل المحلي الداخلي الناجم عن الاحتلال واستمراره محورها المركزي. الوضع السياسي في الضفة الغربية وقطاع غزة في ذلك الوقت لم يكن وضعا تنظيميا ولا استعداديا لأي حدث، إنما كان الناس يهيمون على وجوههم يبحثون عن لقمة الخبز. الدول العربية ما كانت معنية بتطوير الأوضاع الاقتصادية للناس سواء في فلسطين أو غير فلسطين. الحياة في الجولان كانت حياة مزارعين فلاحين، لكن كنا نتفاعل مع الأحداث اللي بتدور بالمنطقة هون كأبناء منطقة فيها يعني توتر دائم، فيها جيش، فيها إمكانية قتال، فيها هيك نحن نتفاعل مع الأحداث، بس نحن بالحياة العامة تبعنا فلاحين مزارعين. المجتمع الفلسطيني في نكبة 48 انهار، وقع انهيار غير معقول وغير قليل. في 67 أيضا وقع انهيار. استعادت القدس خلال 19 سنة ما بين 48 و 67 بعضا من مكانتها، يعني نشطت السياحة ونشطت التجارة، نشط العمران، أيضا كان هنالك بوادر حركة أدبية وحركة في الفن التشكيلي، يعني كان هنالك حياة ثقافية، كان هنالك حياة اجتماعية. لكن حينما جاءت هزيمة 67 قضت على كل هذا. المجتمع المصري أعطى للنظام الناصري في ذلك الوقت قدر من الشرعية المجتمعية. هذه الشرعية اعتمدت على فكرة تقديم النتائج، أو النظام حقق نتائج اقتصادية واجتماعية إلى حد ما جيدة. في نفس الوقت كرامة الإنسان وحرية الإنسان كانت مفتقدة في مصر. لم يكن المواطن المصري أو الشعب المصري يتصور أن هذا الزعيم الكبير وهذا النظام القوي بفلسفته التي كانت تقوم على نصرة حركات التحرر ومواجهة الاستعمار والمشروع الصهيوني سينهزم بهذا الشكل. الציבור הישראלי صحيح أن الجمهور الإسرائيلي يعيش في دولته التي ضاعفت عدد سكانها اليهود مرتين خلال 20 سنة الأولى من 600 ألف عام 47. فخلال الخمسينيات جاء مليون يهودي من الدول العربية وحدها بينها عائلتي، وهذا غير الصورة كلها عن إسرائيل. والأهم من ذلك أن إسرائيل افترضت أنها ستتجه إلى الحرب مرة أخرى، فسخرت جل إمكانياتها لبناء جهاز عسكري قوي. غير ممكن المشروع الصهيوني أن يستمر بدون التوسع وبدون الحصول على الأرض. هذه الحرب كانت معدة لها مسبقا كما حرب 48 وكما معظم الحروب هي حروب هجومية وليست حروب دفاعية. هذا عكس ما هو شائع في الأدبيات الغربية وفي الخطاب الصهيوني بأن هذه الحرب كانت أو بدأها العرب في ذلك الوقت.
الرؤية الإسرائيلية هي تلك التي أرسى زئيف جابوتينسكي أسسها الفكرية. جابوتينسكي تحدث عن إسرائيل كجدار حديدي خلفه أعداء، لكنهم لا يستطيعون هدمه أبدا. الحركة الصهيونية تجمع شعوب مختلفة، أعراق مختلفة، حضارات مختلفة، في إطار تجميعها على أرض فلسطين، في إطار دولة. حتى تستطيع الحركة الصهيونية أن تجمع، أن تبني حالة، تخلق عدو أيضا، تحتاج الأرض بدون السكان. المشروع كله قائم على فكر عنصري، وبالتالي بطبيعتها الصهيونية بدها تجيب ناس، بدها مساحة لهم، بدها ناس أكثر، بدها أرض أكثر. هذا سيثير حقوق الإنسان، سيثير ردة الفعل، سيغضب العرب، سيغضب المسلمين، ستضرب. يجب أن تكون إسرائيل صهيونية دائما متفوقة على مجموع جيوش الدول العربية كافة. معروف أن حرب 1948 انتهت بخلاف رغبة الحركة الصهيونية التي أرادت أن تقيم دولة يهودية على كامل مساحة فلسطين التاريخية، ولذلك طوال الوقت من 1949 حتى 1967 كان هناك تفكير بأن تحتل المزيد من مناطق فلسطين بحيث يشمل المشروع كل فلسطين التاريخية. وهذا ما يميز فترة الخمسينيات والستينيات، استثمار مليارات كثيرة جدا في التسلح انطلاقا من فرضية الحرب الحتمية. وحتى بعد هذه الحرب أيضا تحتاج الأطراف إلى جيوش قوية جدا. نريد أن نقول لكم الحقيقة في كل ما يهمكم من تفاصيل الحوادث كما نراها. ذلك كما قلت لكم واجب علينا، خصوصا في مسألة متعلقة بقضية الحرب والسلام. العالم كان كله بيسمع عبد الناصر ايش بده يتفوه، ايش بده يحكي، كان العالم كله بيحسب له حساب. النموذج المصري اللي قدر يصنعه جمال عبد الناصر انه يصنع دولة مركزية في هذا الإقليم لها قيمتها ولها قامتها وتمثل رقما صعبا على الخريطة الإقليمية والدولية، كان لابد أن يضرب هذا النموذج بحرب 56. عبد الناصر بعد 56 خرج أقوى مما كان عليه قبل 56. مثل حالة عربية تجاوزت القطر والدولة المصرية، وأصبحت هذه الحالة عند امتداد شعبي، ومثلت شيء أمام القيادات الإسرائيلية والصهيونية، مما كان بالتالي ضرب عبد الناصر أحد أهداف حرب 67. كان يعتبر الصراع مع إسرائيل جزءا من الصراع مع الإمبريالية، واعتبرها جسما غريبا وشاذا في المنطقة، حتى أنه لم يستخدم تعبير دولة إسرائيل إلا نادرا، بل استخدم غالبا مصطلح إسرائيل المزعومة أو الكيان الصهيوني. لم يقم أي وزن لإسرائيل بحد ذاتها، وكان لهذا أيضا تأثير على فهمه للحرب وما حدث في الطريق إليها لاحقا. مادة 3: تجمد أموال الشركة المؤممة وحقوقها في جمهورية مصر وفي الخارج. كان هو القائد الأبرز من أي شخص آخر، وقاد وراءه كثيرين من القادة العرب من القذافي إلى صلاح جديد في سوريا. جديد بالسوريا. الريتوريكا شلو، الديبور شلو، خطاب سياسي. خطاب عبد الناصر السياسي كان مزيجا من النعمة من جهة واللعنة من جهة أخرى. لماذا أقول اللعنة؟ لأنه أصبح حبيس الكلمات. كان عبد الناصر ملتزما بالنضال الشامل ضد إسرائيل في الستينيات، والنقد الذي تعرض له من جانب الأردن والسعودية وجهات عربية أخرى أنه يتحدث كثيرا عن النضال ضد إسرائيل لكنه لا يفعل شيئا. الأوضاع العربية لم تكن تسر الصديق، فكانت هناك توترات واتهامات
الأجواء العسكرية متوترة والأجواء السياسية أيضا متوترة. بدأت تظهر مصطلحات ومفردات سياسية في التسميات، فهنالك من يسمي نفسه بالدول المتقدمة ويتهمون الآخرين بالرجعية، والرجعية كانت بشكل خاص موجهة إلى الأنظمة الملكية. هناك تياران كبيران في العالم العربي في ذلك الوقت، تيار يمثله عبد الناصر والقوى الثورية والتقدمية التي تناهض الاستعمار، وتيار آخر تمثله بعض الدول العربية الأخرى أطلق عليه عبد الناصر وهذه القوى الثورية التيار الرجعي، وكان هناك شبه حرب باردة بين هذين التيارين. فالمعسكر التقدمي كان يضم الدول اللي نظامها جمهوري بشكل أساسي، يعني بالتالي كانت قريبة من بعضها، حتى لو حصلت أحيانا بينها بعض سوء تفاهم. مع المعسكر اللي كانوا يسمون عرب أمريكا، يعني الأردن، السعودية، دول الخليج، المملكة المغربية، فهذا طبعا موقف عطول في صراعات بين المعسكر التقدمي وهذا المعسكر المرتبط بأمريكا. الأردن لديها طوال الوقت وضع قلق في وجودها المفصلي على حدود الكيان الصهيوني وعلى حدود فلسطين القديمة وبين مجموعة الدول العربية، جعلها طول الوقت في حالة من حالات القلق السياسي الدائم، يعني يدفعها إلى تبني بعض السياسات التي من الممكن أن تحافظ لها على التواجد. المعسكر التقدمي معسكر يهدد ممالكهم، بالتالي بده يوقفوا بكل الوسائل ضده. التدخل المصري في اليمن لمساندة الثورة اليمنية للوليد سنة 62 لم يكن ليأخذ هذا الحجم وهذا التورط الذي استطال بأكثر مما يجب، والذي أخذ جهدا ووقتا وعدة وعتادا وأموالا أكثر مما يجب لولا التدخل السعودي ضد الوجود المصري المساند لثورة اليمن. الملك فيصل خشي أن هذا المد الثوري الذي يقوده جمال عبد الناصر في الوطن العربي أن ينتقل إلى المملكة، فبادر بأن يقف ضد الوجود المصري أو المساعدات المصرية لليمن، وتعاونت مع العديد من أجهزة المخابرات الدولية والإقليمية ل يعني مقاومة أو محاربة مصر. لكن رغم كل هذه الظروف إلا أن الخطر الإسرائيلي كان هو الذي يجمع العرب رغم خلافاته. قواتنا المسلحة قادرة على أن تقوم بواجبها بشرف وقوة وأمان. تحدث الطرفان كل الوقت عن جولة أخرى. في الجانب الإسرائيلي تحدثوا عن مواجهة عسكرية إضافية، وكذلك في الجانب العربي، وقد علت وتيرة هذا الحديث ابتداء من أواخر الخمسينيات تحديدا. عندما تسلم جلالة المغفور له الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية في عام 1953، قوبل بسلسلة من الهجمات الإسرائيلية على قرى ومواقع في الضفة الغربية التي كانت تحت السيطرة الأردنية. يعني كثير من الأحيان مثلا الإسرائيليين كانوا يدخلون القرى والمدن الفلسطينية ليلا، مثلما مثلا دخلوا قلقيلية في يوم ما قبل الحرب ودمروا الآبار الأرتوازية الموجودة فيها ولم يعترضهم أحد، ونحن ما كنا نعلم أصلا ما هي قوة إسرائيل. هي قوة العرب. من سنة 48 من لما قامت دولة إسرائيل وهو في اشتباكات، مرات دخول للقوات الإسرائيلية على المواقع السورية، مرات يعني يلاقوا مقاومة مرات ما يلاقوا مقاومة. مع انتهاء حرب الاستقلال أقاموا منطقة منزوعة السلاح بين سوريا وإسرائيل،
هي منطقة يحظر إدخال قوات عسكرية إسرائيلية أو سورية إليها، لكن في هذه المنطقة بالذات وقعت كل المواجهات. كان هنالك احتكاك دائم مع السوريين، ولهذا ظهر في إسرائيل رأي استراتيجي يقول بضرورة السيطرة على الجولان، ذلك أن سوريا هي عدو يجلس إلى أعلى، بينما نحن في الجليل تحته وهو يهددنا طول الوقت، ولهذا يجب إنهاء هذا الوضع. الأطماع الإسرائيلية في الاستحواذ على مياه نهر الأردن من خلال مشروع المياه القطري تسببت في الخمسينيات بسلسلة من الاشتباكات العسكرية بين إسرائيل وسوريا. في أواخر الخمسينات بدأت إسرائيل بالتفكير، وانتقل التفكير إلى التنفيذ لتحويل مجرى نهر الأردن وأخذ المياه العربية وتخزينها في بحيرة طبرية، ومن ثم مد خط المياه القطري الإسرائيلي الذي يغذي الدولة اليهودية ويمتد حتى منطقة النقب. لما بدأ المشروع بالتنفيذ دعا الرئيس عبد الناصر لمؤتمر القمة الأول بال64 من أجل اتخاذ إجراء مناقض أو معاكس أو يعرقل أو يمنع إسرائيل من تنفيذ مشروعها. وكان هذا الإجراء باجتماع القمة تحويل روافد الأردن باتجاه سوريا ولبنان. يشكل مشروع إسرائيل لتحويل مجرى نهر الأردن الدافع المركزي لدعوة عبد الناصر إلى عقد القمة العربية في القاهرة في يناير عام 64 إلى جانب محاولة إنهاء الخلافات العربية. وقد صدرت عن هذه القمة جملة من القرارات كان أبرزها إنشاء هيئة خاصة لاستغلال مياه نهر الأردن تكون مهمتها تخطيط وتنسيق ومتابعة المشاريع الخاصة باستغلال مياه نهر الأردن، إرساء أسس سليمة لتنظيم الشعب الفلسطيني لدعمه في مشروع تحرير وطنه وتقرير مصيره، وتوكيل أحمد الشقيري أمر تنظيم الشعب الفلسطيني، إنشاء قيادة موحدة للجيوش العربية مقرها القاهرة، اعتبار قيام إسرائيل خطراً أساسياً يجب دفعه سياسياً واقتصادياً وإعلامياً. كانت القيادة العربية الموحدة تعمل على بناء الجبهة العربية وتضع الخطط بحيث أن يتم شراء السلاح لدول المواجهة، خاصة الدول الغير مقتدرة مثل الأردن، وأيضاً الدول القوية عسكريا لكنها ليست على خط المواجهة أن تكون جاهزة لإرسال قوات في حال أن استدعى الأمر لذلك. كان ثمة شعور بأن الحصار حول إسرائيل يشتد مع الوقت. الناصرية كانت في أوجها، سوريا احتضنت حركة فتح، ومصر احتضنت منظمة التحرير فيما أسموه لقاء الثورات. أقاموا قيادة عربية موحدة ونظموا عروضا عسكرية، إذ تسلحوا بسلاح سوفيتي رادع جدا. وكان الشعور في إسرائيل بأن العالم العربي يتحد، وبأن دولة إسرائيل في نظر مواطنيها غير جاهزة للمواجهة. القيادة العربية الموحدة وعلى ضوء قرارات القمة العربية أصدرت أوامر للجيوش العربية أن تمنع أي عمل استفزازي ضد إسرائيل، حتى لا تأخذ إسرائيل هذا العمل ذريعة للقيام بهجوم على الجبهات العربية في الوقت الذي تكون فيه هذه الجبهات غير مستعدة وغير قادرة بنفس الوقت على الدفاع عن الأرض. ولكن
إلا أن منظمة التحرير التي كانت أنشئت على عجل وكان يقودها المرحوم أحمد الشقيري كانت تقوم ببعض الاعتداءات على مواقع ثانوية. كانت إسرائيل تأخذ من هذه الغارات ذريعة لها وتقوم بالهجوم على الأراضي العربية وخاصة في الضفة الغربية. كانت خاتمة هذه الاعتداءات في 13/11/1966 اللي هو الاعتداء الكبير على السموم. استمر معدل التوتر في المنطقة بالتصاعد، ففي 12 من نوفمبر عام 1966 انفجر لغم في دورية إسرائيلية جنوب الخليل أدى إلى مقتل 3 إسرائيليين وجرح 6 آخرين. وفي فجر اليوم التالي شنت إسرائيل هجوما على قرية السموع قرب مدينة الخليل ونسفت جميع بيوتها وقتلت 21 فلسطينيا. وتزامن ذلك مع شن إسرائيل هجمات عسكرية على الحدود السورية ردا على البدء بتنفيذ قرارات القمة العربية بشأن استفادة الدول العربية من مياه نهر الأردن، الأمر الذي كان سيعيق مشروع المياه القطري الإسرائيلي. مع بداية العمل بدأت إسرائيل تقصف المعدات ويصدى لها الجيش السوري. لما تقصف أرضا يصدوا أرضا. هلا قصفت جوا فطلع الطيران وصارت معركة جوية كبيرة فوق طبرية. إسرائيل حياتها الماء وتعتبره خط أحمر، فلذلك جرت المعركة الجوية. لكن مع الأسف الشديد أنا أبلغت من أحمد السويداني أن سوريا أسقطت 4 طائرات لإسرائيل، وكان هذا أمرا كاذبا. وأنا قمت بمؤتمر صحفي وأعلنت أننا أسقطنا لإسرائيل 4 طائرات. تبين فيما بعد لاحقا أن إسرائيل هي التي أسقطت الطائرات وليس العكس. سوريا تمخى بفلسطينيين بفتح. دعمت سوريا حركة فتح ومنظمات أخرى لاحقا، وتحرك الفلسطينيون فبدأوا بتنفيذ عملية هنا وأخرى هناك في العام 64. وحيال ذلك كنا ينبغي أن نفعل شيئا ما، فقال الروس: كيف ستفعلون هذا؟ إنه يضر بنا. بالنسبة للقيادة المصرية في ذلك الوقت كانت ترى أن ده التزام من مصر بالدفاع عن سوريا، وبالتالي لما ليفي إشكول رئيس وزراء إسرائيل وفي نفس الوقت هو كان وزير الدفاع هدد بأن القوات الإسرائيلية ستدخل دمشق، يبقى معنى كده أن على الأقل على سبيل الاحتياط لازم ان احنا نكون جاهزين لمواجهه هذا الموقف. שכנינו הגובלים איתנו בצפון יחשבו פעמיים בטרם יעזו ויסתכנו בקפיצה לתוך הרפתקה אזורית שלא נוכל לעבור עליה בשתיקה. יהיו נא הדברים ברורים לכל. אם יהיה צורך בכך יופעל הכוח והפוגע בנו לא ינקה. عندها جاء رئيس الأركان يتسحاك رابين وحذر سوريا سرا وعلانية بأنها إن استمرت في دعم حركة فتح فسنعمل كل ما يجب لإسقاط النظام السوري، وكان هذا تصريحا دراماتيكيا جدا. وكانت سوريا ومصر بشكل خاص لهما علاقات مميزة مع الاتحاد السوفيتي آنذاك. الاتحاد السوفيتي مرر معلومات إلى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بأن هناك اعتداء وشيك على سوريا وقد يكون اعتداء كبيرا أو شاملا. لم يثق عبد الناصر بهذه المعلومات، فأرسل مبعوثا خاصا هو رئيس المخابرات العسكرية إلى الجولان السوري ليرى بنفسه ما يجري في الجليل بالقرب من بحيرة طبرية، وتأكد المبعوث أن الاستعدادات عسكرية إسرائيلية للحرب. لم يقتنع عبد الناصر بتقرير قائد أركان حرب قواته المسلحة
وصم أذنيه عن تصديق عدم وجود حشود إسرائيلية على الحدود السورية. وحين صمم على مواصلة التصعيد انساق المشير عبد الحكيم عامر خلف صديقه عبد الناصر، وكان هذا خطأ فادحا. عشان نعرف كان في حد ولا لا كان لازم تطلع طلعات طيران تصور المنطقة دي والصور تتفحص ويتقرر إذا كانت دي حشود حقيقية ولا لا. وبالتالي أعتقد أن يعني ما قاله الفريق فوزي واللواء حكمة الشهابي ما كانش دقيق، وما كانش يجب أنهم هم أصلا يقولوه، لأنهم ما هماش مؤهلين أصلا أنهم يقولوا هو دي حشود ولا لا. جاء حشد القوات المصرية في سيناء ردا على تحركات عسكرية إسرائيلية مختلفة. فقد شهد بداية العام 1967 عدة أنشطة عسكرية إسرائيلية لجس النبض في المنطقة نحو عمل عسكري كبير، كان من بينها اشتباك مع القوات السورية. ثم تكررت الاشتباكات والاعتداءات الإسرائيلية على الجبهة الشمالية. وحيال ذلك قرر عبد الناصر في مخاطرة محسوبة باعتقاده أن السوفييت سيقفون معه إصدار توجيهات برفع درجة الاستعداد للقوات المسلحة المصرية إلى الحالة القصوى، إلى جانب تعبئة القوات المسلحة التي تحركت في استعراض كبير اخترق الشوارع في المدن التي توصلها إلى سيناء تحت سمع وبصر المخابرات الأجنبية ووسائل الإعلام العالمية. بحث عبد الناصر مع محمود فوزي نائب رئيس الوزراء المصري للشؤون الخارجية مهمة قوات الطوارئ الدولية في مصر وتأثيرها على عمل القوات المصرية، وتم الاتفاق على طلب إنهاء عمل قوات الطوارئ الدولية وسحبها من الحدود مع إسرائيل دون سحبها من قطاع غزة. وفي 22 من مايو تحديدا قررت مصر إغلاق مضائق تيران في وجه السفن التي ترفع العلم الإسرائيلي، وهو ما اعتبرته إسرائيل مبررا لشن الحرب. إن المشكلة التي نعيش فيها الآن جميعا ليست مشكلة مضايق تيران، وليست مشكلة سحب قوات الطوارئ. هذه كلها عوارض طارئة لمشكلة أكبر وأخطر. تلك هي مشكلة العدوان الذي وقع وما يزال وقوعه مستمرا على وطن من أوطان شعوب الأمة العربية في فلسطين. قلنا الخير أجى لتحرير فلسطين، عمل الانقلاب، أمم قناة السويس، نجح في السد العالي، قلنا ضل عليه فلسطين، نحرر فلسطين. كان التفاؤل هو الذي يطغى على مشاعر الناس وعلى عقولهم، وخصوصا أنه كان هنالك حشد إعلامي وتحشيد إعلامي في الإعلام العربي وفي الإذاعات، بالذات من صوت العرب الذي كان صوت أحمد سعيد بارزا فيه باستمرار. كنا نسمع هدير الإذاعات العربية والكلام الكبير الذي كان يتحدث به المذيعون العرب. عمان جابت دبابات ومدافع وطائرات وغدا ستنقض على إسرائيل، أو أنه الرئيس جمال عبد الناصر يحشد والجيش المصري عظيم، وفي أن صواريخ القاهر والظافر والناصر. يعني الإذاعات العربية صنعت أوهاما في رؤوسنا بحيث أن النصر سيكون مضمونا 100%. طبعا لما بيكون تعاون مصري سوري وكان في يعني مبين على الساحة تعاون عربي آخر مثلا الأردن، صار عندنا تخمة من المعنويات. كان عندنا انطباع كمان كم ساعة إسرائيل مش موجودة، كما قال أحمد سعيد ابشر يا سمك بحر حيفا ومش عارف شو. فكان الحقيقة ما يعني كان تفاؤل طاغي على كل مشاعرنا. الخطوات التي اتخذها عبد الناصر في سحب قوات الطوارئ الدولية من سيناء وإغلاق مضائق تيران
جاء تجسيدا لرغبته في إعادة الوضع إلى ما قبل العدوان الثلاثي على مصر في عام 56، وتصديا لتهديدات إسرائيلية للدول العربية وتحديدا لسوريا. كان هناك اتفاق بعد حرب عام 56 تلتزم مصر بمقتضاه بأمرين اثنين: أولا عدم دخول الجيش المصري إلى سيناء باستثناء قوات رمزية شرق القناة، وثانيا ضمان حرية الملاحة في مضائق تيران. مضائق تيران تشكل مدخل خليج العقبة، وفي تلك الأيام إسرائيل كانت تعتمد على النفط الإيراني، والنفط الإيراني كان يأتي من خلال البحر الأحمر خليج العقبة إلى إيلات، ثم يضخ إلى الموانئ أو إلى الاستهلاك الإسرائيلي. طلبت الولايات المتحدة الأمريكية من إسرائيل تقريرا مفصلا عن السفن التي تصل إلى ميناء إيلات. إسرائيل حاولت أن تسوف ورفضت إعطائها لأن إسرائيل لم تكن في تلك الفترة تعتمد في اقتصادها على ميناء إيلات. الولايات المتحدة الأمريكية اقترحت على إسرائيل أنه تقدم دعم اقتصادي بديل عن ميناء إيلات إلى أن تحل المشكلة. إسرائيل المؤسسة العسكرية كانت ترفض ذلك بشدة. هذه المضائق لا تؤذي الاقتصاد الإسرائيلي، لكن الحركة الإعلامية الإسرائيلية عملت هذا المضيق وكأنه إسرائيل تموت من الجوع، وكأنه هلأ هم على وشك الفناء. خلقوا البيئة الإعلامية بعام 67. إسرائيل بكل ازدمنות הודיעה كانت إسرائيل تعلن باستمرار أن أي مس بمسار الملاحة يعني ما يسمى في القانون الدولي كاوزس بيلي، أي ذريعة حرب، ولو أنه لم يغلق مسار الملاحة إلى خليج العقبة لما نشبت الحرب ربما. حين خرق المصريون هذا الاتفاق ودخلوا إلى سيناء، إلى جانب خرافة أن إسرائيل تنوي ضرب سوريا، نشأ وضع لم يكن بإمكاننا القبول به. إسرائيل بلورت كمين للرئيس عبد الناصر. جوهر الكمين كيف ممكن الرئيس عبد الناصر ينحرج؟ كان في معاهدة دفاع مشترك، فإسرائيل قالت سندخل إلى دمشق وسنغير النظام السوري، وعبد الناصر قال إذا بتدخلوا على دمشق أنتوا دخلتوا على مصر. فعبد الناصر عم بيستعيد سيناريو 56، خليني أدفع معهم للأخير وأحقق نتائج سياسية. هم كانوا مستنينه يعمل هذا الشيء وياخذوا الضوء الأخضر الأمريكي لتوجيه ضربة قاضية. مضايق تيران مياه إقليمية مصرية، ولقد طبقنا عليها حقوق السيادة المصرية، ولن تستطيع قوة من القوى مهما بلغ جبروتها، وأنا أقول ذلك بوضوح لكي يعرف كل الأطراف موقفه، أن تمس حقوق السيادة المصرية أو تدور حولها، وأي محاولة من هذا النوع سوف تكون عدوانا على الشعب المصري وعدوانا على الأمة العربية كلها، وسوف تلحق بالمعتدين أضرار لا يتصورونها. الدول العربية اتحدت بهدف القضاء على إسرائيل وبالرغبة في محاسبتها على نتائج حرب 56. كان الحديث يدور في إسرائيل وكأن النهاية تقترب وستحدث محركة أخرى، وما عزز القلق والهلع لدى الإسرائيليين هو الدعاية في الجانب الآخر وعرض ما يجري في القاهرة ودمشق، حيث كانوا يتحدثون عن رمي اليهود في البحر، بينما تحدث ناصر عن وضع نهاية لدولة إسرائيل والصهاينة. إسرائيلي مع الصهيونيين. حملة التخويف والتهويل التي خيضت قبل هذه الحرب والتي اعتمدت على عدد من الأساطير المؤسسة للكيان الإسرائيلي التي اختلقتها الحركة الصهيونية، كان لها دور كبير في إشاعة أجواء من التخويف والتهويل لما كان العرب ينوون أن يقدموا عليه.
أرسلونا لنملأ أكياس الرمل وقالوا إننا نفعل هذا ونحفر الخنادق لأن حربا قد تنشب وتقع كارثة نباد فيها جميعا. ساد شعور بالرعب الشديد. אזרחים יקרים, הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. בסיום הדיונים נתקבלו ההחלטות הבאות. א', הסכנה נשקפת לישראל לרגל הריכוז של צבא מצרים בסיני ולרגל ההסגר על השיט הישראלי בים סוף היא במלוא תוקפה. לנוכח סכנה זו, כל עוד היא קיימת, עומד בעינו הצורך להוסיף ולקיים כוננות צבאית שלנו. الإجراءات التي اتخذت في إسرائيل على الصعيد الميداني ببناء التحصينات وعلى صعيد التغييرات الحكومية وما رافقها من خطاب متلعثم لرئيس الحكومة ووزير الدفاع ليفي أشكول نشرت كلها أجواء من القلق والخوف بين الجمهور الإسرائيلي الذي كان يعتقد بسبب نقص المعلومات لديه بأن إسرائيل غير مهيئة للحرب. لكن هذه الأجواء سرعان ما تبدلت مع انضمام الجنرال موشي ديان إلى الحكومة وزيرا للدفاع ودفعه الحماسي نحو الحرب. كانت مساهمة ديان معنوية بالأساس. صورة الجنرال المعظم ذي العين الواحدة والعصابة على العين اليسرى، هذا كله منح المواطن الإسرائيلي شعورا بأن الجيش بيدي شخص يعرف ماذا يريد وماذا يفعل. دخول ديان وزيرا للأمن لم يؤثر بأي شيء على أداء الجيش في الحرب. كل شيء كان جاهزا، لكنه أثر بالفعل على أمرين: الأول على استعداد حكومة إسرائيل لاتخاذ قرار الخروج إلى الحرب، والثاني على مزاج الشارع الإسرائيلي. عندما استلم ليفي إشكول رئاسة الحكومة وضعت المؤسسة العسكرية بقيادة رابين الخطط الفعلية من أجل توسيع حدود إسرائيل على جميع الجبهات. كان رابين يعمل بطريقة منهجية تماما، أعد الجيش من خلالها بالتمرينات والعتاد والخطط العملياتية، وبصفته قائدا للأركان كان هو الذي دفع بالحكومة لأن تقرر الخروج إلى الحرب، لأنه رأى الطوق العسكري الخانق الذي يقام حول دولة إسرائيل، وكان واضحا له أن وضعنا سيكون أسوأ بكثير إن لم نبادر لشن هجوم استباقي مفاجئ. لم تقصد المؤسسة العسكرية حل أزمة الملاحة فقط، بل استغلالها أيضا لتوجيه ضربة عسكرية قوية لمصر وللجيش المصري العدو الأول لإسرائيل. عندما كان يتم الحديث عن حل سلمي لمسألة إغلاق مضائق طيران، المؤسسة العسكرية رفضت ذلك جملة وتفصيلا، وحول النقاش من حل سلمي لمسألة إغلاق مضائق طيران إلى دخول الجيش المصري لكي يعرقلوا أي حل سياسي. المؤسسة السياسية كانت تعتقد أنه لا يوجد غطاء سياسي كافي لشن الحرب، إلى درجة أن بعض الضباط الذين فكروا بأن يلقوا القبض على أشكول وأن يشنوا الحرب بقرار من المؤسسة العسكرية ثم يفرج عنه بعد أن تضع هذه الحرب أوزارها. لقد جاوزت إسرائيل المدى في تهديدها طوال السنوات الماضية وتهديد رئيس وزراء إسرائيل للهجوم على سوريا والتهديد بالحرب، وكان من الواجب على أي عربي أن يستجيب لهذا التهديد. ولهذا أنا قلت إذا أرادت إسرائيل أن تهدد بالحرب وهي هددت بالحرب فأهلا وسهلا. عندما أغلقت مضائق طيران وسحبت قوات الطوارئ الدولية، أدرك الملك حسين بأن الحرب واقعة لا محالة. ففي 30 من أيار وصل إلى مطار الماظة العسكري واجتمع بالرئيس عبد الناصر والقيادة المصرية
ووقع على اتفاقية الدفاع المشترك الذي كانت قائمة بين مصر وسوريا. الملك حسين خشي إن لم يشترك في تلك الحرب سيتهم بالخيانة، فدخل الحرب وهو يعرف أن جاهزية القوات المسلحة غير كافية. عاد الملك من القاهرة ومعه أحمد الشقيري، وجاء معه أيضا الفريق عبد المنعم رياض ليكون كما سميت في ذلك الوقت قائدا للجبهة الشرقية في مركز عمان المتقدم. بالنسبة لنا كان الملك حسين صديقا رغم أنه لم يكن هنالك اتفاق بيننا، ولذلك فقد حذرناه من الانضمام. وحسين شاف حاله أمام أمرين: إذا هو لم يدخل في الحرب سيقوم الشعب الأردني اللي أغلبه فلسطيني بانتفاضة قد تذهب بمملكته. من ناحية ثانية ما في يوقف أيضا مكتوف الأيدي أمام الشعب الأردني كيف بده يواجهه أمام قسم كبير من جيشه، أنه ليش نحن ما دخلنا أمام هذا الهجوم الإسرائيلي. بلغ التوتر في المنطقة حده الأقصى، وأصبح نشوب الحرب مسألة وقت فقط. وكان للمخابرات الإسرائيلية الدور الأهم في ذلك من حيث المعلومات التي جمعتها عن قدرات الجيوش العربية ومدى استعدادها للحرب وجاهزيتها لتلقي الضربة الأولى. حقيقة أن الجيوش العربية التي كانت أكبر بكثير فوجئت مفاجأة ساحقة تبين مدى قصور وإخفاق الاستخبارات السورية والأردنية والمصرية وكذلك الاستخبارات السوفيتية. إسرائيل لها جواسيس وعملاء في كل البلدان العربية، فهم كانوا يعتمدون على معلومات مش على تكهنات أو تخمينات. كانت لديهم معلومات وهم عارفين سوء الإدارة في الساحة العربية، عارفين أنه ما في حدا عنده استعداد لكي يواجه إسرائيل. لم نتفاجأ بوجود أي قوة عسكرية مصرية أو سورية أو أردنية. كانت إسرائيل تمتلك معلومات استخبارية غير عادية عن القدرات العسكرية للجيوش العربية، وخاصة عن الجيش المصري، فرقه العسكرية ومواقعها، وكانت تعرف خطط الحرب المصرية. عرفنا كل شيء عن مسارات الطائرات وعن المطارات في سيناء. مخابرات سلاح الجو الإسرائيلي تنصتت على محادثات بين الطيارين المصريين والسوريين أثناء تحليقهم في الجو. המצרים או הסורים שהיו באוויר. שצריך לאסוף מודיעין, אז צריך להשתמש באנשים, סוכנים. كي يكون لديك جهاز مخابرات قوي يجب أن يكون لديك أناس عملاء، وأن تستخدم التنصت والتصوير الجوي إضافة إلى ما يصوره العملاء. وإذا ما استخدمت هذا كله بدعم تكنولوجي متقدم فستكون قادرا على جمع معلومات هامة. אז הנה, הוכחה לכך שאפשר לאסוף מודיעין טוב. انطلاقا من وعينا بأهمية المخابرات لدينا تقليد برفضها بالقوى البشرية الأفضل، وهذا يؤتي ثماره. احنا ما كناش بنتطور بنفس المستوى اللي كان بتتطور به إسرائيل للأسف. يعني احنا كنا ما بنعتمدش على الناحية العلمية والكفاءة العلمية وكفاءة القيادات في خلال الفترة قبل 67. لذلك كانت 67 كانت هزيمة هتحصل. تمثلت الأزمة الحقيقية في ذلك الوقت في أن مصر كانت تدار برأسين، كان كل منهما يفكر بطريقته هو فيما يتعلق بالقضايا الاستراتيجية. فقد كان عبد الناصر يظن أنه يستطيع إدارة المعركة السياسية عالميا وتحقيق مكاسب كبيرة شرط أن تتلقى مصر الضربة الأولى، بينما كان المشير عبد الحكيم عامر يرفض هذا ويميل إلى موقف القادة العسكريين الذين كانوا يرون أن تلقي مصر الضربة الأولى بمثابة كارثة. يعني أنا التقيت بفريق من الإخوان المصريين فسألته أين كنت في 67؟
قال أنا كنت في مكتب الرئيس عبد الناصر وكانت رتبتي مقدم، وأنا من الفريق اللي أرسل إلى شرم الشيخ وإلى مضائق طيران، وعدنا ورفعنا تقرير للرئيس عبد الناصر بأن الجيش المصري لا يستطيع تنفيذ الأمر في إغلاق مضائق طيران، فيما لو فكرت إسرائيل استعمال قوة. فعندما عدنا وقدموا لي التقرير كان جوابه إنه أنا هذه عبارة عن مناورة أمام الأمريكان، أنا ما راح أحارب. كانت هذه النتيجة. الجيش المصري في سنة 67 لا، لم يكن هناك جيش بمعنى الكلمة ممكن نقدر نعتمد عليه في انه يخش في القتال. ما كانش فيه انذار كافي يوصل لكتيبة الصواريخ عشان تشتبك. هو اساسا ما كانش فيه دفاع جوي، لما كان فيه مدفعية مضادة للطيارات وصواريخ تبع القوات الجوية في العمليات وتبع الإداريات في القوات البرية. فطبعا لما يبقى عندك قيادتين بيقودوك يبقى أنت ضايع. من ناحية التسليح أيضا لم يكن مهيئا، لأنه الاتحاد السوفيتي كان يمد مصر بأسلحة ولكنها ليست أسلحة نوعية يستطيع بها الجيش المصري مواجهة التفوق الجوي الإسرائيلي في ذلك الوقت. القيادة السياسية مسؤولة الرئيس جمال عبد الناصر إن هو ما كانش متابع قوي للي بيحصل في الجيش، يعني كان المشير عبد الحكيم عامر هو المسيطر 100% على الجيش، زائد إن هو جاب المشير عامر من رائد إلى فريق ومسكه قوات مسلحة. ما ينفعش تبقى من رائد لمشير وتقود جيش بحاله. قرب منه بعض الضباط الأحدث زي شمس بدران. شمس بدران في فترة من الفترات كان وزيرا للحربية في ظل وجود عبد الحكيم عامر. فعندما قرب له ربما الأكثر قربا إنسانيا بالنسبة له. ثقة من الرئيس عبد الناصر في عبد الحكيم عامر تركه يدير حركة القوات المسلحة، على اعتبار أن عبد الناصر كان لديه معارك كثيرة جدا على المستوى العربي وعلى المستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي. لقد أبلغني عبد الناصر شخصيا بأنه لا يرغب في خوض حرب حقيقية ضد إسرائيل، وعندما استفسرت منه قال: نريد التهويش بالحرب فقط. ثم تأكدت من نواياه في أكثر من موقف. فمثلا عندما سأل قائد الطيران عن مدى قدرته على تحمل الضربة الأولى، غضب من رده أنه وقواته غير قادرين على تحمل مثل هذه الضربة. صدقي محمود قائد القوات الجوية قال له: يا فندم ما نقدرش نستحمل الضربة الأولى، لو ضربنا الضربة الأولى هنتكسح. قالها بالإنجليزي we will be crippled، يعني هنتكسح لو خدنا الضربة الأولى. ومع ذلك أصر إن احنا اللي ناخد الضربة الأولى. مفيش في الدنيا حد ياخد الضربة الأولى ويقول أستحملها. بالضبط 5 أيام قبل الحرب دعينا من قبل الاتحاد السوفيتي، طلبوا مننا أنه هدوا اللعب، خففوا شوية الهجمة الإعلامية، لأنه دمشق بدون حماية. هذا رأي كوسوغين. دمشق أنتم بحاجة إلى صواريخ مضادة للطائرات، ونحن الآن نقوم بصناعتها، ولكن صناعتها تحتاج إلى شهر، بركي نقدر نأجل الحرب شهر بين ما تخلص الصواريخ. هجنة رودة 49 قائمة على منع الكيان الصهيوني من التوسع والحفاظ على خطوط الهدنة. هي الفكرة أدت إلى إقامة الجيش في خنادق على طول حدود الجبهة، مما حرم الجيش من التدريب. فنحن كانت الفكرة نسحبه من مواقع الخطوط الأمامية حتى يعاد تدريبه وتأهيله. طبعا إسرائيل استعجلت قبل نحن ما نحقق هذا المخطط لهيكلة الجيش وتحويل إلى جيش ميكانيكي وسلاح حديث. الجيش الأردني للأسف كان ينقص القوة البشرية والمعدات والأسلحة قديمة. البندقية اللي قاتلنا فيها ميم 1 هذه قاتل فيها الجيش الأمريكي في حرب 56. هي بندقية ثقيلة الوزن، ميكانيكياتها صعبة، الأجهزة اللاسلكية قديمة،
ما نسمع إلا الأجهزة اللاسلكية عند الجانب الإسرائيلي. القوة البشرية كانت مش كافية. نسبة التجنيد عند العرب في حرب 67 كانت 10 في الألف، في حين نسبة التجنيد عند اليهود كانت 10%. والقيادة العربية الموحدة حذرت الجيوش والقادة العرب أن الجيش العربي أو الجيوش العربية لن تكون جاهزة للدفاع وليس الهجوم، للدفاع عن الأرض العربية قبل عام 1971. ما في تكافؤ بين القوتين الصهيونية والعربية، لا بالطيران ولا بنوعية الأسلحة ولا بكفاءة التدريب ولا بوعي الجندي لطبيعة الصراع اللي عم يقوده. هذا الوعي كان ضعيف، لأنه كان حتى تلك الأيام وعينا يعني بعده عشائري على قبلي على يعني وعي ضعيف. كانت لدينا خطط حربية لمواجهة المصريين في سيناء والأردنيين في الضفة الغربية والسوريين في الجولان وحتى لمواجهة لبنان المسكين. أفضلية الجيش الإسرائيلي تكمن في أنه يخطط ويتمرن كل الوقت، ولديه قدرة كبيرة على العمل في أوضاع متغيرة غير متوقعة. حصلت إسرائيل على طائرات الميراج الحديثة من فرنسا، كما حصلنا على السلاح، وهو ما جعل الجيش الإسرائيلي قويا جدا وذا قدرات كبيرة. يعني البروتوكولات التي تم كشف النقاب عنها أخيرا فيما يتعلق بحرب حزيران يونيو 1967 عشية الحرب، أهمها جلسات ما يسمى بالمجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية الأمنية أو الكابينت أو الحكومة الأمنية المصغرة. هناك تقرأ بصريح العبارة أن هناك نية للبدء بالضربة الأولى في الساعات القليلة المقبلة، ما يعني أن حرب 1967 كانت حربا اختيارية بامتياز.